من بعد ما خرجوني من العملية لقاتني الوالدة مع البنت، وهي اللي بقات مونساني حتى وصلت للشومبر ديالي. المهم دابا حنا وصلنا للبيت، و كيفاش ينزلوني دابا من الباياس للناموسية، ويهزوني بالفراش بكلشي. تعاونوا عليا شي 4 ديال الناس زائد الوالد وخويا. الليلة الأولى دازت العذاب، يقول لك ما تقدرش تاكل حتى تحسب النص ديال الكل التحتاني. ايوا باش تحس به خصك تخرج الريح، وبالعامية ديالنا خصك تحزق، وهي العلامة الوحيدة، ولا تستنى حتى الغد ليه. وانا جايب من الليلة ديال البارح ما واكلش، ودابا راه تقريبا شي 4 ديال العشية. المهم بقيت صابر على الجوع حتى لديك 8 ديال الليل، عاد خرج مني الريح. ديك الساعة طلبت الوالدة تعطقني بشي حاجة نديرها في فمي. الأجواء كان كالم الحال، والسم ديال البرد، كما راكم عارفين البرودة ديال وجدها في الشتوى. الوالد وخويا باتوا غا في الطوموبيل. المهم حنا الناس ديال الريف في الحقيقة كنعانيو مع هاد المستشفيات نهار كنبغيو نتعالجو على برا ديال المدينة ديالنا. المهم صباح الحال، قال لك اسيدي غتزيد ليلة أخرى معانا، وانا ما حاملش راسي بحكم الوالدين ديالي خدامين في الصحة، وانا داكشي ما كنحملش نبات فشي سبيطار. ونهار غنجي ندير العملية الثانية ديالي على نفس المشكل، غادي ندير لهم البلبالة باش ندير العملية ونخرج بحالي. المهم هادشي انا ما يجي له الحلقات اللي ما يجي بلا ما نحرقوا الاحداث. النهار الثاني جربت باش نوض للطواليت، ولكن واحد الحريق اللي امبوسيبل لدرجة درت الحاجات ديالي في واحد القرعة. جاب الله المعدة ديالي كانت باقي ما كتبروسيسيش الماكلة اللي خصني نخرجها، وزائد المدة اللي ما كليتش فيها. وملي كليت خديت غير واحد الكمية صغيرة، لحقاش كان خصني نشرب كتر ما ناكل. وهذا الشيء علاش؟ لحقاش نهار تجي اللحظة باش تقضي حوايجك تيكون حاجة صغيرة اللي هي نقولوها بصريح العبارة اللي هي التبول، استلمت الشيء الآخر. صافي وصل الليل العذاب باش ننعس، ما نقدرش لا نتقلب لا على اليمين ولا على اليسار. تخيل معايا رجعت كنتقلب غير النص الفوقاني وصافي، ورجلين في بلاصتهم. المهم الحماق والعذاب في نفس الوقت. ايوا صباح الحال وجيت خارج، وهذو بعض التصاور ملي جيت خارج. هاد التصويره كانت اخر تجهيزات باش نخرج. وهادي مع خي والوالد. يا اخوان انا كنتعمد نخفي الوجوه ديال العائله ديالي. المهم نكملو. هذه التصويره مع خي والوالد، وفي هاد التصويره كيبان الوالد العيا في وجهه بحكم السفر والنعاس في الطوموبيل، وهادي كاملين بينا وشوف وجهي غيعطيك العربون كيفاش كنت مكرفس. صافي نهار ركبوني على الكروسه باش نخرج، وانا الوالد كان كيوجد لي البلاصه فين نجلس. وهادي رجلي اللي اول مره فتحوا لي عليها باش يبدلوا لي البونسمون. والصراحه الوالده عندها واحد اليد حنينه، هي اللي كانت كتبدل لي البونسمون، وكانت كتشكلي البلاوات في كرشي، ديك البلاوات ديال الدورة الدموية باش يبقى يدور الدم في الجسم. لحقاش جبت شي 20 يوم ولا شهر تقريبا ما كنتحركش، غير ناعس على داري. المهم بدا كيشدني القنت في الدار، والشهادة الطبية كان باقي لي فيها 15 يوم، ولكن الملل والامتحانات كانوا كيتراكموا عليا، وانا ما بغيتش نعاود العام لحقاش انا عندي واحد العقلية ديال ما خصنيش نسقط ولا ندير شي حاجة وما نكملهاش حتى الاخر. المهم في هذا النهار جاو صحابي زاروني للدار، داروا واحد زيارة مريض وما داو الأجر، وأنا توانست معهم، وقلت لهم باللي غدا ولا بعد غدا غنرجع للمدرسة. وهذه كانت التصويرة ملي جاو لعندي للدار. من بعد بشي يومين هذيك 9 ديال الصباح واقيلا كانت عندنا الحصة ديال التربية الإسلامية، ما كيعقل عليها مزيان. وصلني خاين القسم وغير بنت ليهم ما يجي الخيال ديالي، حتى باقي ما شافونيش مزيان، بان ليهم الخيال ديالي كيتمشى. بدا كلشي كيغوت ايوب ايوب، وواحد الصوت اللي باقي عاقل عليه مزيان هو الصوت ديال ياسمين، لحقاش كنت عزيز عليهم في القسم، وكنت انا الصغير ديالهم.
وكانوا دائما كيعاملوني معاملة خاصة في هاد اللحظات. ديك اللحظات كيكونوا عاديين، ولكن دابا كنعاودهم ليكم واحد النوستالجيا اللي ماشي عادي. حكم سنة الحياة كل واحد فين مرماتو هاد الدنيا، كيبقاو هاد اللحظات اللي هما مرسوخين في الذاكرة. المهم الإخوان، يعني نخليوها حلقة ما جينا نهضرو فيها على التتمة والوصول لفصل الصيف. تهلاو.